السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد طاجين مغربي اصيل على حقه طريقه، طاجين ديال اللحم بالبرقوق كيف ما كنعرفوا حنايا كاملين. تقريبا كاع المغاربه فاش كيكون عندهم شي ضيف ولا شي حاجه كيكبروا به بالطاجين ديال البرقوق اولا بالدجاج محمر. وانا اليوم غادي نشارك معكم هاد الاكله هذه. عندي هنايا واحد الكميه ديال اللحم اللي هي لا باس بها، تقريبا واحد 2 كيلو. وعندنا هنايا التوابل، وعندي هنايا واحد 2 حبات ديال البصله اللي هما متوسطين، وعندنا الزيت، وعندي زعفران، وعندي الثوم. غنبدا انا وياكم مرحله بمرحله، خليكم معايا وشوفوا الطريقه كيفاش داير. غادي نبداو ان شاء الله بسكينجبير. 2 معالق عندي ديال سكينجبير، 2 معالق صغار عامرين بسكينجبير. وعندي هنايا تقريبا معلقه ما كاملاش ديال الخرقوم. وعندي هنايا بحال القياس ديال الخرقوم معلقه ديال الابزار ما عمراش. وعندنا هنايا الزعفران الشعره اللي انا غليت الماء وكبيته عليه باش يطلق، غنضيفو على اللحم. وعندنا هنايا السمن كيبقى اختياري، لا بغيتو ضيفوه، بغيتو ما ديروش. لا كاين اللي ما عندوش مع السمن، خصوصا السمن الحار. انا عندي هنايا السمن اللي باقي جديد زعما. وعندي هنايا واحد الحبات ديال الثوم، ريوس ديال الثوم، دروس زعما ديال الثوم ماشي ريوس، دروس. غادي نبدا كنهاشي فيهم. انا هنايا غادي نزيد واحد الكاس تقريبا ديال الماء باش غادي ندمج هاد العطريه هذه في اللحم. الزيت غنخليه من بعد، ها هو عندي هنايا الزيت، ولكن غادي نخليه من بعد حتى نديرو في الكوكوط. كاين اللي كيخلي اللحم هكا يترقد ليله كامله اولا زعما سوايع هما. انا هنا ما غنخليش اللحم كاع يترقد، غنطيبو مباشره لان غادي نوجدو الغدا. هانتوما هاهي العطريه كامله كتدخل فيه. انا عندي هنايا اللحم ديال البقري، وانتم الا بغيتو ديروا اللحم ديال الغنمي اكيد، علاش لا. نخليه واحد 10 دقائق وغندوز باش نوريكم البرقوق واللوز اللي غادي نزين به. انا هنايا مغليه دايره الماء كيغلى، وغادي ندير فيه البرقوق. هاد الكميه ديال البرقوق اللي عندي غنردها على البوطه. وعندي هنايا الماء اللي هو عاوتاني غليان، وغادي ندير فيه هاد اللوز ديالنا باش نقشرو. فاش غادي يغلى واحد شي شويه، غير شويه، على باش زعما يبغي يتقشر لي. وهذه هي الكوكوط، غنبدا كندير فيها اللحم. هاد العطريه اللي عندي هنا فهاد القريعه
هذه كاين زيت روميه، غادي نضيف واحد شويه تقريبا واحد الكاس. وفي هذه القرايه عندي زيت الزيتون، غادي نضيف منها واحد نص كاس تقريبا. وهنا عندي جوج حبات ديال البصل متوسطين. خليكم معايا باش تشوفوا التقليه ديال اللحم. من بعد ما غادي يتقلى لي اللحم غادي نسد عليه الكوكوط وغادي نخليه واحد نص ساعه تقريبا، غادي يكون واجد اولا 45 دقيقه. خليكم معايا حتى تشوفوا الطريقه. وها هو خوتي، هذه هي الطابه، ها هي فوق البوطه. وهنا البرقوق اللي قلت لكم انا درتو يتسلق. وهذا اللوز ها هو كتطلع فيه الغليه، غير غتطلع فيه الغليه واحد شويه، واحد 4 دقائق كاع، وغادي نحيدو باش غنقشرو. وهنا البرقوق من بعد ما غادي يتسلق غادي نضيف ليه القرفه وغنضيف ليه السكر سنيده وصافي، وغادي يكون واجد. عندي هنا البنات واحد عويدات ديال القرفه، انا غادي نضيفهم هنايا اللحم، كيعطيو واحد المذاق اللي هو بنين. وصافي غادي نبدا هكا كنشحر، كنحرك هكا، كنخلط في اللحم ديالنا حتى تطلع فيه الغليه مزيان، وعاد غادي نسد عليه الكوكوط. هانتوما البنات، من بعد ما غلا ليا اللحم اللي في الكوكوط وشرب داك العطريه اللي فيه، انا غادي نضيف له الماء غليان، واحد الكميه كافيه اللي غادي تكفيه، حيت دابا غادي نسد على الكوكوط. انا نسيت ما ذكرتش معكم الملحه، انا ضفت ليه الملحه ولكن نسيت ما ذكرتهاش معكم، راني كاع ما صورتها، غير نتوما باش ما ديروش بحالي تنساوها. وصافي غادي نسد على الكوكوط ونتلاقاو من بعد. هانتوما البنات، من بعد ما طاب ليا اللحم اللي خدا لي واحد 45 دقيقه ديال الطياب ديالو، من بعد ما طاب انا حيدته من على الكوكوط وخليت غير داك المريقه ديالو تلبى اللي غادي نرافقوه بها. ها هو اللحم عندي هنايا اللي غطيته بالبابي الومنيوم باش ما يبردش ليا. وهنايا درت اللوز يتقلى في زيت بارده، علاش؟ باش كياخذ داك اللون الذهبي، باش ما كيتحرقش لينا. وها هو غادي يبقى هنايا بشويه عليه، دايره زعما على نار متوسطه عاديه. وكذلك هاد الغميره ديالي ديال اللحم حتى هي دايرها على نار متوسطه. وهنايا خلاص البرقوق، عندي هنايا البرقوق اللي ها هو ضفت ليه القرفه والسكر سنيده، ها هو حتى هو قريب يوجد. وندوزو ان شاء الله لطريقه التقديم من بعد ما يوجد ليا كلشي. وبهذا اخوتي كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا ديال اليوم. وها هو الطبق ديالنا وجد. انا غندير التقديم قدامكم. ها اللحيمه، عرفتوا الصراحه جات بحال اللحيمه ديال الطنجيه اللي كتجي في الطنجيه، الدغميره ديالها حتى هي. هانتوما شوفوا الدغميره، عرفتي الدغميره جات ثقيله ملبيه. انا ما غنديرهاش كلها في الغطار، هي عطاتني تبارك الله واحد الكميه، واخا درت غير 2 حبات ديال البصله، ولكن ما غاديش نديرها كلها، اللي بغا يزيد. ايوا هذا هو الطبق ديالنا الاصلي والاصيل ديال كاع المغاربه. غنزينو بالبرقوق غادي نفندو فيه هكايا في الزنجلان. نتوما يمكن لكم ديروا مثلا
هذا شو سميتو، الاناناس. كيف ما يمكن لكم تزيدوا المشماش، انا اكتفيت هنايا غير بالبرقوق. وزينت هذا الطبق ديالي، رافقته ماشي زينت، رافقته بهاد لي صالاد اللي قدامي اللي كتشوفوا قدامي. ما كفانيش صراحه الوقت باش نشاركهم معكم، اكيد غنشاركهم معكم في فيديو اخر ان شاء الله. وإلا عجبوكم وبغيتوهم خليو لي تعاليق بحال نقدر نشاركهم معكم. وهذا هو اللوز، ها نتوما هذا هو اللوز اللي قليت معكم في الزيت بارد. انا مازال كنأكد عليها يكون الزيت بارد. ايوا صافي، هذا هو الشكل النهائي. ها نتوما خوتي شوفوا الطويجين ديالنا كيفاش جا، تبارك الله ما شاء الله. يمكن لكم كذلك تزينوه ببيض السمان، كيجي رائع حتى هو. هذه شليضه ديال القرعه، وهذه البطاطا، وهذا خيزو، وهنايا عندي لاريكو. كنتمنى خوتي ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش دائما بلي لايكات ديالكم وبارطاج الاهل ديال الاصدقاء والاحباب ديالكم ومشاركه. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.